على طار المونديال. قصة اليوم كالعادة من كتاب أغرب الحكايات في تاريخ المونديال للكاتب لوثيانو بينريكي. اتخيل تبوق تذكرة مباراة في كاس العالم وبعدها تكتشف ان كرسيك بجانب زوج الضحية. هذا بالضبط اللي صار في كاس العالم 2006 بألمانيا. إيفا ستاندمان كانت متحمسة تحضر مباراة البرازيل واستراليا في ميونخ، لكن قبل المباراة بساعات تعرضت للسرقة. اللص اللي أخذ محفظتها ومعاها تذكرة المباراة. إيفا اتصلت بزوجها وقالت له يروح للملعب، وبالتحديد ملعب أليانز أرينا في ميونخ، وما يخلي اللي صار يفسد عليه اليوم. وفعلا الزوج راح وحضر المباراة، لكن أول ما جلس في مكانه لاحظ شاب جالس في المقعد المخصص لزوجته. هني بدأ الشك. الزوج ما سوى مشكلة ولا واجه الشاب، قام بهدوء وراح لرجال الشرطة وقال لهم السالفة كاملة. وبعد دقايق انكشفت الحقيقة. الشاب اللي كان جالس على المقعد هو نفس الحرامي، والأغرب إن التذكرة المسروقة كانت ما تزال معه. يعني سرق المحفظة ولقى تذكرة مباراة كاس العالم وقرر يستخدمها بنفسه، لكن ما كان يدري إن المقعد اللي اختاره بيكون جنب زوج ضحيته مباشرة. بدل ما يطلع من الملعب بذكريات مباراة البرازيل طلع منه بسيارة الشرطة. بس السؤال، تتذكرون كم انتهت مباراة البرازيل واستراليا ذاك اليوم؟ اكتبوا النتيجة في التعليقات قبل لا تبحثون عنها، ونشوف من اللي ذاكر مونديال 2006 عدل. على طار المونديال لنا حكاية ثانية.